الفعل اللي تشوفوه هسه كلف هذا الشخص حياته. Please save my life. أوتو وارمبير شاب أمريكي قرر أنه يزور كوريا الشمالية بسنة 2015. ولأي شخص يقرر يزور كوريا الشمالية أكو بس فندق واحد تقدر تنزل بيه وطابق واحد، يعني المكان مراقب 100%. والأقوى منها حتى لما تريد تطلع من الفندق لازم تاخذ إذن على مود ينزلون وياك 2 مرشدين لأن ما تقدر تطلع من الفندق وحدك. كانت الأمور طبيعية إلى أن قرر وارمبير أنه ياخذ وياه تذكار قبل ما يسافر من كوريا، واللي هو بوستر معلق بالفندق عليه صورة الرئيس الكوري كيم وعليه شعارات البروباغندا. وما كان يعرف انه هذا العمل ممكن يكلفه حياته. لما وصل الى مطار بيونغ يانغ تم القبض عليه وحكموا عليه بالسجن لمدة 15 سنة، ودخلت الحكومة الامريكية للافراج عنه ولكن ما قدرت. وبسنة 2017 توصلوا الى اتفاق وتم الافراج عنه ولكنه فاقد الوعي، ولكن بعد وصوله ب6 ايام مات، والسبب هو تلف بالدماغ. والله برايكم هل مستحق هذا البوستر